السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا كاملين بأحسن حال. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا غندير معكم واحد لا طاقت صابلي كتجي خطيرة بزاف. طاقت صابلي بلا موس شوكولا كتجي واعرة، واحد الهشة فيها واحد المذاق ما تصوروش. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى النهاية ومرحبا بكم. يلا نبداو على بركة الله بلا ما نتعطلوا في المقدمة ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. اول حاجة غنبداو معها هي لاباط صابلي كاكاو شوكولا. بطبيعة الحال شنو فيها؟ عندنا 180 غرام ديال الدقيق الابيض، واحد 20 غرام ديال بودرة الكاكاو. بودرة الكاكاو حاجة مزيانة ما شاء الله. 4 غرام ديال الملحة هي غتيكيليبرينا المذاق ديال الكاكاو في الوصفة، وغتطلعو باش يبان مزيان، يبان لينا في الوصفة ما شاء الله وتجيب ما شاء الله زوينة. عندنا 120 غرام ديال الزبدة بومات، هي هذه بالنسبة للناس. الزبدة بومات شنو هي؟ الزبده كنقطعوها مرصوات بحال هكا، كنخرجوها من الثلاجه قبل بواحد الساعتين، كتولي بدرجه الحراره ديال الغرفه. درجه الحراره اللي عندي هنا هي اللي في الزبده. ملي كنقيسها كنلقاها شوف رطبه ما شاء الله. حالت ما نسيت وبغيت نوجد الوصفه دابا يكفي انني نخرجها، ندير واحد الباماغي ياك، واحد الماء يا ربي واحد الماء نسخنو نغليه، نحط الزبده ديالي في واحد البلاصه ونحط حداها البول ديال ديك الزبده ديال داك الماء مغلي، واحد شويه غيانفيكتي لنا الزبده هذا وغتولي بور بوماد. هذا ما كان. عندنا ايضا واحد 80 غرام ديال السكر بودغ سكر، اي نوع لقيتوه ماشي بالضروره سبيسيال، غير العادي راه قاضي الغرض. عندنا 16 غرام ديال بودره اللوز، وهذا اختياري ماشي ضروري، نقدروا نستغنيو عليه. الا كنتو استغنيتوا عليه حيدوه بلا ما تعوضوه لا بالدقيق لا بحتى حاجه. عندي هنا 2 ديال صفار البيض، غير الصفار بوحدو. هادو هما المكونات اللي عندي في الوصفه. بطبيعه الحال غنمشيو دابا نعجنوها. هانتوما لاحظوا معايا في واحد العجانه اولا بيدينا، نفس الخدمه نقدروا نديروها بيدينا. كنديروا الزبده مع السكر كلاصي، هاد الجوج هادو نطربوهم مزيان باش باستخدام هذه كتسمى الباليت في لاباتيسري. اي عجانه كيكون عندها 3 ديال لي ماتيريال، عندها الباليت الفوي والكروشي. حنا كنخدموا بالباليت، الاغلبيه ديال العجائن ديال الصابلي كنخدموهم بالباليت بحال هكا. صافي هاد الجوج هادو نقدروا مثلا الا بغيت نضيف لهم ملحه ايضا، ما كاينش حتى مشكل، ونضيف عليهم ايضا بودر دامون. صافي هادو بهاد المكونات هادو نميكسيهم هما الاولين. صافي بحال هكا. بسم الله. شوفوا معايا، لاحظوا معايا في الاول ما كنديرش فيتاس مجهد. الا درت فيتاس مجهد غينقص السكر غلاس على برا وداك الشيء. كندير عافي، كندير سرعه مويه بحال هكا اولا بطيئه باش هاد الباليت ديالي تحك ليا الزبده مع لي بور ديال الباسين، وبالتالي كترطب الزبده وكيدخل معها السكر غلاس بحال هكا. كنحاولوا نزيدوا السرعه شويه بشويه، موين فيتاس موين باش كيتعجن الصابلي. ما تزيدوش ليه السرعه الخارقه وداك الشيء، غير فيتاس موين راه كافيه ان شاء الله. خليوه واحد شويه وعاد غنبداو نضيفوا البيض. لاحظوا معايا اين فوا ولا عجين الصابلي ديالنا بوماد. غنوريكم بوماد كيفاش بحال هكا. ها هو راه بوماد، شوف ما شاء الله. ديك الساعه شنو كندير؟ غنبقى نضيف له الصفار ديال البيض شويه بشويه. هانتوما الصفر الاول بوحدو ندخلوه معاه، اين فوا دخل معاه كنضيفو الصفر الاخر. صافي وكنخليوهم يتميكساو بجوج. هانتوما لاحظوا معايا ملي يدخل معاه البيض كامل، شوفوا معايا لاباط كي جايه. دابا شنو غادي ندير؟ هاد العمليه اللي غندير غادي نقي لاباسين ديالي، نهبط كاع الزبده هاد العجين هذا نهبطو للوسط ياك، باش نبدا نضيف الدقيق ديك الساعات ان شاء الله. غير هبطو كامل. دابا شنو عندي هنا؟ الدقيق مع البودره الكاكاو غنبقى نضيفهم شويه بشويه. نضيف له واحد الكميه نميكسيو ونحاولوا نضيفوا عاوتاني كميه اخرى، وحنا غاديين ان شاء الله حتى كيتعجن الخليط ديالنا ان شاء الله. هانتوما غير بشويه بشويه ديروا فيتاس مويه وحاولوا تدخلوا معاه داك الدقيق مع بودره الكاكاو بحال هكا. لين فوا كيبدا يبان لي واحد شويه كيتجمع، ما غنتسناش انا حتى يتجمع 100%، حيت العجين الصابلي ما كيبغيش يتعجن بزاف. غنضيف الكميه المتبقيه سواء كانت نص سواء كانت 2 ربوعه، ونخليو هذا العجين هذا غير يتجمع، ما غنعجنوش بزاف، غير يبان لينا ما بقاش لي غران ديال الدقيق بحال ما هكا، ما بقاش دقيق،
صافي كنحبسوا له العجن وكنحيدوه باش نبداو نايطاليوه ونخدموا به عادي. ها نتوما واحد الحاجه نقولها لكم، راه ما كاملاش حتى 2 دقائق، 2 دقائق ونص كتلقى العجين ديالك ما بقاش كيبان فيه دقيق، يعني تعجن. صافي كنحبس، فهمتوا؟ حيت الا زدت له كثار وبقيت كنعجنو كثار وبقيت كنعجنو كثار، صافي غادي نفعل الغيزو دو غلوتين، وداك الغيزو دو غلوتين غيخلي العجين ديالي الاستيك، وبالتالي ديك العجينه ملي غنديروها في الفون ديالي اولا هذا ما غاديش تشد شكل الفون، تقدر تهبط الا درتيها في الفون الوسط ديالو، وإلا درتيها عاوتاني بهذه الطريقه اللي غنخدموا بها اليوم غادي تسيح لك في الطاوه، فهمتوا؟ اما هكا الا ما تعجنش مزيان نقدر نخدم بها عادي وما نخاف والو. ها نتوما العجين ديالي حيدته كامل، العجين ديالي بطبيعه الحال كيجي رطب ما شاء الله، رطب. في الاول الا شتي ديك الكميه الزبده تحقروا تقول ما يمكنش يجي رطب. شوفوا معايا كي كيجي ما معجونش بزاف، راه ميم با كي خويت الكميه الاخرى ديال الدقيق ما خليتو حتى 2 دقائق كامله لقيتو هكا بشحال فيتاس موين، ما كاين لا فيتاس مجاهد لا والو، كلشي عجنا في فيتاس موين. صافي ان شاء الله دابا نضرب له نضرب لها هذه السلوفه ندخلها في الثلاجه، سواء ندخلها في الثلاجه عاد من بعد نخدم بها غدا ولا بعد غدا، اولا نخدم بها في نفس النهار. انا شنو غندير؟ غنخدم بها في نفس النهار ان شاء الله ونصايبها في نفس النهار. نورمالمون احسن طريقه هي تخليها تريبوزا ليله كامله حتى الغد ليه، وتقطع منها لي سيرك وتخدم بهم عادي. ولكن الا بغيتو تخدموا بها عادي راه تخدموا بها عادي. هذا هو لافونتاج ديال هاد الصابلي اللي عطيتكم اليوم، تخدموا بهم في نفس النهار ويعطيكم فينيسيون خطيره بحال الا بات ما شاء الله. هذه دابا غنخليها 20 دقيقه في الثلاجه، 15 دقيقه 20 دقيقه صافي، تخليها تبرد 100% ان شاء الله. صافي يلا ها انتم بسم الله على بركه الله. دابا غادي نوجدوا لي فون ديالنا. هنا عندي البابي، نقدر هذا البابي هذا الكاريط ندير له الدقيق الا بغيت، ولكن انا في هذه الحاله هذه بما انه بابي بلا ما ندير له الاخر الدقيق، حيت حتى هذه العجينه اللي غنخدم بها اليوم ماشي عاوتاني جاريه بزاف باش نخاف. هذه ما تخاف عليها والو، غتحطها هنا نحاولوا ندوزو عليها الرولو. ها انتم ما شاء الله ما كتلصق ما والو. بسم الله. بغيتي ترش عليها الدقيق عاوتاني رش عليها الدقيق من الفوق. غنجيب واحد جوج ديال هادو، هاد الحدايد هادو، شوف فيها تقريبا ميم با نص سنتيم، شوفوا معايا راه فيها نص سنتيم كل وحده فيهم. عندك بحال هادو خدم بهم، ما عندكش ماشي مشكل، فهمت؟ ماشي مشكل، يعني ماشي ضروريين. تقدر ايطالي عينك ميزانك، تشوف بقى تشوف تيبان لك الرقه فيها نص سنتيم. انا علاش كنخدم بهادو؟ باش كنجيب العبار مدقق ما شاء الله، بروفيسيونيل. هاد الطريقه كتسمى طريقه بروفيسيونيل. انا نجيب دابا شويه ديال الدقيق نرش به هنا. ها انتم شوفوا معايا شويه غير شيشه ديال الدقيق خفيفه ما شاء الله، وكنبدا ايطالي العجين ديالي بحيث انني ها انتم الرولو ديالي غادي كيطالي. وشنو كنحس بهذه المسطره هذه ان فوا يقيس لي الرولو المسطره بحال ما هكا، صافي كنعرف بلي وصل داك العبار اللي خصني نوصل ليه. ها انتم هو اصلا الا وصلتي للعبار المناسب ما يبقاش يديروا لك، حيت ها الرولو فين محطوط فوق هادو كنوريك على الرولو ديالي. ها انت ان وصلنا للمرحله المناسبه صافي ما يخدمش لكش باقي الرولو، حيت هذا كيليميتيه. صافي كنحيد هادو مباشره. شنو كنجيب انا؟ شوف معايا غنخدم في هذا المول هذا. هذا المول هو فاش غنخدم لي تاخت ديالي. شوف عرفتي دوك لي مول ديال الكابكيك اللي تيكونوا 12 في المول، هذاك تقدر تخدم بداك المول حتى هو، راه يكون عندكم الاغلبيه ديالكم. نوريكم بحالو بلاتي بحال هذا، ولكن الدائري ديالو اللي فيه الدوائر هنا، هذاك تقدر تخدم به حتى هو يخدم لك مزيان. انا حيتاش ما عنديش غنخدم بهاد لي مول انديفيدويال. هاد لي مول انديفيدويال بحال ما هكا غنجيب لهم القطاعه ديالهم. شوف هاد القطاعه هادي، شوف معايا شحال. ها انتم شوفوا معايا القطاعه هادي، غنقطع لي سيركل كبر من المول بحد ذاته. شوفوا معايا على حساب كل واحد فيكم. مثلا المول ديالي هاد العلاوه هادي، الا بغيت انا المول اللي يصلح لي لهادي دابا بالضبط انا نوريه لكم. هو هاد المول هذا، شوفوا هاد المول هو اللي يصلح لي دابا. الا بغيت الفون ديالي وصلت حتى لهنا حتى للحد، انا ما بغيتش لي طاقت يكونوا عاليين. هاد العلاوه هادي كامله وانهم هاد القاعده صغيره غيجيو خايبين حتى في الشكل، حتى المنظر ما يكونش عندهم شي منظر زوين. داكشي باش ما نقطعش انا لي سيركل ديالي بحال ما هكا. انا بغيت الفون ديالي يوصل قد هكا في العلاوه باش تجي خفيفه حتى في الاكل، تاكل هاد دغيا وتجي ما شاء الله مقرمشه وكل شيء. داكشي باش جبت هاد المول هذا. هاد المول غيخلي لي 1 سنتيم هكا، وداك 1 سنتيم غيطلع حتى لهنا. صافي كافياني انا صراحه ما شاء الله. صافي مباشره كنجيب هاد لي سيركل هادو غنقطع بحال ما هكا وما غاديش نهز، غادي نقطع. شوف
غادي نقطع نتاكد باللي قطعت مزيان وما غاديش نهز. نكمل بنفس الطريقه نستافد الماكسيموم. ها نتوما صافي ما شاء الله 5 القطع، ولكن ماشي غير 5 القطع اللي غيخرج لي مثلا هذا دابا ان شاء الله ملي عاوتاني نكمل ملي نخرجوا من الكونجيلاتور غادي نعجنو عاوتاني ونيطاليه ونخرج منه شكلات نخرج منه عاوتاني دوائر اخرين. دابا هذا شنو غندير له؟ غندخلو الكونجيلاتور يقصح واحد شويه، هادو يقصحوا شويه، نعطيه واحد 45 دقيقه في الكونجيلاتور يشدوا راسهم شويه، نحيدهم نهزهم ونحطهم فوق هادي غادي ندهنها بشويه زيت اولا زبده من الاحسن باش نتهناو ونحيدوا الشك 100%، ما نخافوش. ديك الساعات غادي ندهنوها شويه غير دهنه خفيفه ونحطوا عليها هذاك الفون. ملي تدخل الفران غادي تذوب، غادي تهبط ليها لهنا، غادي تهبط ليها لهنا، وغادي من بعد ملي طيب ندير لها طق طق نحيدها ونحطها ونعمرها بالكاناج، نعمرها باللي بغيتي ان شاء الله. صافي هاد لي طاقط هي التكنيك ديالهم. حسن هاد التكنيك، انا كتجيني هاد التكنيك حسن من التكنيك القديمه ديال الفاصوناج، هكا كتدخل لاباط وكتبقى تدخلها لداخل ديال الفون، مره تصدق مره ما تصدقش. اما الطريقه هذه 100% غارونتي تصدق لاي واحد فيكم، واخا يكون مبتدئ عمرو صايب لي فون ديال لي طاقط اولا لي فون صابلي. صافي دابا هذا غندخلوه للكونجيلاتور كيف ما قلت لكم واحد 45 دقيقه حتى لساعه المكانه من الاحسن. عندنا 45 دقيقه راه مزيانه كافيه ان شاء الله. غادي تكونجلا وغادي تشد راسها، ماشي غتشد راسها تقساح، ولكن هاد لي فون هادو ما يبقاوش يتميلوا تنحطوهم وندخلوهم الفران ديك الساعه يميلوا كما بغاو. ها انتم كيف ما قلت لكم سابقا ها هما لي بون ديالنا، لي فون حتى هما راه باردين ما شاء الله. شوفوا معايا الفون كيفاش كيجي شاد راسو كونجلي، يعني ميم با راه 45 دقيقه حطيتو صافي. كنجي كنحطو نيشان، كنحاول نجيبو عبار بحال ما هكا، خصني نجيبو عبار نشوف بلي تحط الوسط مزيان، وكنكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الاخرين كاملين. شفتو كي داير شاد راسو باش ديك الساعات في الفران غادي يدلع على الجناب ان شاء الله. شوفوا معايا كيفاش كنتاكد بلي نفس العبار غير بهاد جوج الصباح هذا كنحس بهم. ها انت كنجي هنا كنقيس هنا كيبان لي نفس العبار، كنجي عاوتاني ندورها هكا ونقيس هنا مثلا هنا خصها شويه هنا صافي. بالنسبه للطياب ملي سالينا طياب 180 175 بالنسبه للفران ديال 60 لتر، 170 ديال الفران الكبير، الفران الكبير ديال الباتيسري اولا الفران لي طوال ديال الدار لي طوال. اللي عنده ايتيمات ما يديرش 180 يدير حتى هو 170 صافي. هذا ما كان دوك الفران المضيقين هذا ما كان. وفران الكاس الطريقه ديال الطياب بلا الصابلي بتيفور، الا كنتو كتصايبوا بتيفور في الدار البلدي وداكشي نفس الطريقه ديال الطياب ديالو في الفران ديال الكاس. صافي غندخلوا دابا يطيب ان شاء الله. لي فون ديالنا ملي طابو ها هما كنخليهم يبردوا تماما ما يبقاوش سخونين، وديك الساعات كنشدهم، كنشد هذا ونشد الفون من التحت. الفون كنشدو غير شويه هذا كندوروها، ها انتم كندوروا الدويره هكا ديك الساعات كيتحيد دغيا ما شاء الله، وكنحصلوا على لي فون ديالي دايرين بحال ما هكا. تقول لي محمد مالهم بهذا الشكل هذا؟ انا كنت عارف من الاول غيجيوني بهذا الشكل هذا، عارف غيجيو ديفورمي بحال ما هكا، ولكن هذا الشكل هذا هو اللي بغيت منهم انا. هذا الشكل هكا يجيو مديفورمين بحال ما هكا زوينين ما شاء الله، مختلفين على لي طاقط اللي كيتلقاوهم الاغلبيه في السوق. بغيتي هاد اللي مثلا داك الشكل يجي بيان فيني هكا، يجي سطر واحد وما شاء الله يجي شكل واحد، ديك الساعات هاد المول هذا غادي نجيب مول كيف ما قلت لكم غادي نقطع بالبورت بيس الكبير ديال القبيلات، وقطعت بالبورت بيس الكبير غادي تهبط ليها هذيك حتى لحد هنا، وغتجي عبار واحد. مثلا نتوما في الدار بغيتو تحصلوا على ريزولطا زوينه بحال ما هكا وعبار واحد بحال ما هكا، خصكم تخدموا مولات اقل من هادو اولا بلي مول اللي قلت لكم وريتكم قبيله الطاوه. هذيك الطوانيت هادوك لي مول مثلا اللي في الطاوه غادي تجيب السيركل يكون كبر منهم بالعبار اللي باقي لك هنا. نعطيك مثال بلاتي، مثلا عندي هذا السيركل هذا ياك، عندي هذا اللي غنحط عليه الفون ديالي ياك، عندي هذا. شنو غندير الا بغيت انا يوصل هنا؟ خصني نجيب شي مول ملي نحط ديك الفون ديالي داكشي اللي بقى لي هنا يبقى من هنا لهنا، يكون من هنا لهنا تقريبا، واخا غير لهنا، واخا غير لي واحد سنتيمتر، ديك واحد سنتيمتر غتنفخ لاباط وغتعمرو. فهمت؟ ماشي انت مثلا جايب لي هذا المول هذا فيه سنتيم وباغي يوصل حتى لهنا، ما يمكنش، وتجيك مقاده، ما يمكنش، غتجيك قد هكا وغادي فورما، شي غيجي كبير شي غيجي صغير، شي بحال هكا اللي حصلت عليه دابا انا هذا الفون هذا. فهمت؟ ولكن هذا الفون مختلف، شوف ما شاء الله كيجي خطير بزاف، واعر ما شاء الله، مختلف على داكشي اللي كتشوف في السوق دائما نفس الشكل نفس هذا، مختلف تماما ما شاء الله وجا زوين. بغيتي ديروا بحال هكا ديروا بحال هكا صافي. هذا ما كان غير هو فاش حطوا الوسط نيشان، الا عندك شي مول بحال هكا حطوا الوسط نيشان الوسط هكا
باش يجيك الماكسيموم زوين. صافي. بطبيعه الحال قبل ما نكمل الوصفه بغيت نقول لكم بالنسبه للناس اللي انتريسي بالدورات التكوينيه اونلاين، راه عندي حاليا 5 ديال الدورات اونلاين. عندي الدوره ديال الكلاص، عندي الدوره ديال تشيز كيك، عندي الدوره ديال لي طرونش، عندي الدوره ديال لي كيك، عندي الدوره ديال لا فينوازغي. 5 ديال الدورات. شوف ملي تنقول لك دوره راه ما كنجيش انا نحط دوره نعطيك دي غوسيت وداكشي، لا لا لا. نفترضوا مثلا خدينا دوره لا فينوازغي. لا فينوازغي شنو فيها؟ عجينه الكرواسون، عجينه الباط فيتي، عجينه البريوش. كل عجينه من هادو كنخرجوا منها جميع الاشكال اللي كاينين في العالم في ديك الحاجه. باطا كرواسون جميع لي كرواسون جداد اللي كتشوفهم، نيويورك رول، كل شيء اللي كيتخدموا بعجينه الكرواسون. وكنبدا معاك من ا حتى زد، وبالماتيريال اللي عندك في الدار، بالرولو بيديك، فران ديال الغاز، فران ديال الغاز خرجنا منه الكرواسون. هادشي كامل بالتفاصيل الممله، دورات خطيره بزاف. الناس اللي استافدوا منهم غنخليهم هما يهضروا في لي كومونتير يقولوا لكم شنو بان لهم. راه الناس بداو، راه الناس ما كيعرفوا في الحرفه والو كاع، دخلوا ما شاء الله ولاو يخرجوا الذهب من يديهم بهذا المعنى هذا. واحد الخدمه، واحد ما شاء الله. اللي بغى يتسجل يتواصل معايا في الرقم اللي كيبان في الشاشه. دورات راه عن بعد، فين ما كنتي في العالم غتقرا قرايه ديال بصح. خليني من الا شفتي شي دورات تكوينيه في شي بلاصه اخرى ولا لا. هاد الدورات هادو ما شاء الله بكل ما تحمله الكلمه من معنى، راه غتعلم من اتل زيد. قلت لك وملي غادي يسولك غدا ولا بعدا تلاقى مع شيف كبير ما عرفت شنو خدام في شي اوتيل ما عرفت، تخيلوا معايا شي شيف كبير كتشوفو غتجي تناقش مع داكشي اللي تعلمتيه في الدوره، فهمت؟ غادي يحس بك بحاله. بهذا المعنى هذا عندك نفس المعرفه اللي عنده وكثر. كنأكد لكم انه اكثر ما شاء الله، حيت كلشي كتفهم لا فينوازغي. الا جيت سولتك على لا فينوازغي كتحترفها بهذا المعنى هذا في دوره وحده اونلاين. هذا ما كان. هنا بسم الله على بركه الله غنتعرفوا على لاموس الشوكولا. هاد لاموس الشوكولا تقدروا تخدموها غير بوحدها في الكيسان، في الباتيسري عندكم، في المحل عندكم، في السناك، في اي بلاصه تقدروا تخدموها كي بوحدها ما شاء الله. كتجي خطيره بزاف. عندنا فيها في المقادير، حيت انا عندي 5 ديال الحبات ديال لي طاخط، انا هاد الكميه كافيه انها تعمرهم ما شاء الله ويجيو عبار واحد. صافي. عندنا 110 غرام ديال الكريمه السائله، 110 غرام ديال الكريمه السائله. اللي جاتو غاليه الوصفه مثلا يقدر هاد 110 غرام يدير 60 ملل حليب و60 ملل كريمه سائله ممكن، ولكن انا هنا درت 120 غرام كريمه سائله كامله. هنا عندي جوج ديال بيض البيض، ياك، وواحد الصفر مفصولين. هنا واحد بوحدو وهنا جوج ديال بيض البيض، بمعنى هنا 60 غرام ديال بيض البيض، هنا عندنا 20 غرام ديال صفار البيض، حيت القاعده كتقول في البيضه كاين 20 غرام صفار البيض و 30 غرام ديال بيض البيض. صافي. هنا عندي 125 غرام ديال الشوكولا تكون ممتازه بطبيعه الحال. الشوكولا ملي تمشي عند اللي كيبيع مواد الحلويات تقول له بغيت شوكولا غيش، سمعني، شوكولا غيش 55% مزيانه بزاف في هاد لاموس هادي. نقدروا نطلعوا حتى 70% بالنسبه لعشاق الكاكاو ما شاء الله. هنا عندنا 20 غرام ديال السكر سنيده، 20 غرام ديال السكر سنيده. اول حاجه غادي نديروها غادي نديو الكريمه نغليوها، الكريمه بوحدها، نمشيو بحال نفيضوا الحليب، نفيضوا الكريمه نغليوها نوصلوها درجه الغليان طيب. صافي. الباسين ديالنا كنديروا فيها الشوكولا ممتازه، كنضيفوا عليها بطبيعه الحال الكريمه السائله اللي غليت. شوف هي باقي بالدخاخن ديالها، يلاه غليتها كنضيفها فوق هذا الخليط. ملي كنضيفها فوق هذا الخليط باش فكراتكم 100% تكون فكراتكم بشي حاجه بطبيعه الحال الكاناش. في الكاناش ماشي كنخوي الكريمه وكنحرك مباشره، غنخلي هذا الخليط ديالي غير واحد ميم با دقيقه بوحدها. هاد الشوكولا غتذوب، ملي غادي نخلطها بالفوي غادي تذوب نيشان. صافي نخليوها دقيقه. لاحظوا معايا ها نتوما اون فوا دازت ديك الدقيقه، شوفوا غنخلط الخليط ديالي ديجا غيذوب فيه الشوكولا وغنحصل على كاناش. دابا هذا سميتو كاناش شوكولا. ها نتوما ما شاء الله ما بقاوش فيه غرام ديال لي بيبيت شوكولا. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نضيف عليه صفار البيض. السؤال المطروح دابا محمد، هذا البيض دابا اللي غنخدموا به ما طايبش، كيفاش البلان ديالو؟ يعني ما غيبانش المذاق ديالو في لاموس. هذه لاموس الاصليه كتخدم بها قبل البيض، ولكن راه ما تخافوش، راه ما كيبانش المذاق ديالو ديال البيض في لاموس، حيت الشوكولا غيش هذه اي مذاق كيكون كتغطيه. شوف غنضيف داك البيض الصفار ديال البيض
هذا راه باقي سخون. يلاه دابا شحال 80 خوينا فوق الشوكولا غتكون ديك الدرجه ديال 50 درجه. غندخل مع هذا صفرة البيض بحال ما هكا ما شاء الله، باش هكا كتجي لاموس ديالنا غيش وزوينه ما شاء الله. نسبه السكر اللي فيها قليله، اذا تقدر نقول له هذا لاموس راه غادا انها تكون صحيه ما شاء الله، حيت فيها شوكولا ممتازه، فيها البيض. ها انتم داك البيض ديالنا تعقم دابا بهذه درجه الحراره اللي هنا صافي. ها انتم كنخلطوه بحال ما هكا، نخليه جانبا بما طلعنا داك بيض البيض ان شاء الله مع السكر سنيده اللي بقاو. ها انتم لاحظوا معايا كنجيبوا واحد البول كندير فيها بيض البيض. هاد البول هادي ما خصش يكون فيها غرام د نقيضه الماء، ما تكونش فيها الماء ولا شي حاجه، حيت ما غاديش يطلع لك هاد بيض البيض ديالك. خص تكون ناشفه 100%. كنبدا نطلع البيض ديالنا بهاد الطريقه هادي. الفوق يبدا لك سكوشه ياك، كنبدا نضيف السكر شويه بشويه بحال ما هكا اللي غندير دابا وانا كنطرب. وكنضل نطرب هذا حتى يطلع حتى يتقال، يولي بحال الشكل ديال المورانغ، يتقال الماكسيموم ديالو. ها انتم لاحظوا معايا دابا هذا البيض طالع ما شاء الله. باش غنعرفوا طالع شوف ها هو هذا كيتسمى بيك دوازو، يعني هذا المورانغ ديالي طالع. شفتوا داير هذا البيك هذا بحال المنقار ديال العصفور صافي. كنعرفوا طالع ما شاء الله. دابا غادي ندخلوا هاد لاموس هادي مع الكاناش اللي سبقنا اولا. ها انتم لاحظوا معايا كل واحد شنو كيدير. كاين اللي كيدير غير جوج بجوج، انا غندير جوج الاول نخفف به هاد الكاناش هادي، بعدا هي الاولى. هاد التقنيه هادي كتسمى اننا خففنا الكاناش، لا تيكستور ديالها ما بقاتش ثقيله، باش كي نضيف المتبقى ديال بيض البيض اولا المورانغ يعني انتيغرا معاه بسهوله ما شاء الله. ها انتم ديك الساعات كندير بحال ما هكا، كنخوي الباقي كامل ديال المورانغ بهذه الطريقه هذه كامل، ما نخلي حتى حاجه. وديك الساعات كنحاول نخدموا بحال الطريقه شوف بحال ما هكا، غير من الفوق للتحت الفوق للتحت بلا ما نطيحوا لاباراي ديالنا الماكسيموم. نخدموه غير بشويه بحال ما هكا من الفوق للتحت حتى يتميلونجا، ما يبقاش يبان لي داك بيض البيض ديالي في لاموس، ما يبقاش يبان، يولي. ها انتم ما شاء الله شوفوا اللون ديالو في الاول كي كان كحل. دابا شوفوا معايا كي ولا بحال اللون ديال القهوي، بحال شوكولا حليب صافي. كنبقى نحركو بحال ما هكا حتى ما كيبقاش يبان ليا داك الاخر ديالي داك بيض البيض. الا بانت ليا شي حاجه البيض البيض نهرسها نحكها مع الواسين صافي. ها انتم هي لاموس ديالنا ما شاء الله كيفاش كتجي خطيره بزاف. دابا غنبدا نعمرها في لي فون اللي خصهم ما يكونوش سخونين، يكونوا بدرجه حراره الغرفه ولا باردين. عاد ديك الساعات نقدروا نعمروا هاد لاموس هذه ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا غادي نعمروا دابا لي فون ديالنا بلاموس. لاموس خصنا نعمروا بحال ما هكا حتى الفوق ما شاء الله. ها انتم شوفوا معايا من فوا سالينا غندخلوهم للثلاجه ان شاء الله يبردوا تماما واحد ساعه د المكانه، ساعه ونص بحال ما هكاك غادي يكونوا بردوا تماما. نخرجوهم ديكوريهم ونقدروا ناكلوهم في ديك اللحظه. نقدروا نخليهم هادو في الثلاجه حتى 3 ايام 4 ايام، ولكن ما يفوتوش ديك ال5 ايام، حيت شي تفوت ال5 ايام داك البيض كيتاكسد. حنا دابا قلنا لكم يعني شوف 3 ايام 4 ايام الماكسيموم صافي. هذا ما كان. هذه لاموس راه ينفوت تبرد غادي تولي في شكل اخر، غادي تشوفوه بلاتي وغادي يعجبكم الحال ان شاء الله ما شاء الله. بسم الله على بركه الله. هنا لي طاخ ديالنا بعد ما بردوا دابا غنبداو لهم لا ديكو. انا صايبت هاد الوريضات هادو ديال الشوكولا بهذه الطريقه هذه غنحطهم عليهم. ديروا نتوما اي حاجه بغيتو ديكوريو بها من الفوق، ونرش عليهم شويه بودر كاكاو. غتشوفوا الريزولطا ان شاء الله كيفاش غتمشي. وصلنا لنهايه الفيديو. هذه هي الريزولطا فينال ديال لا طاخت الشوكولا ديالنا وما شاء الله كي جايه. شوف هاد الوريضات هادو، هاد الوريضات الشوكولا انا صايبتهم كما قلت لكم. الا بغيتو تعلموهم ان شاء الله نعلمها لكم في شي دوره مستقبلا ان شاء الله، دوره تكوينيه. راه كنعلم لي ديكو شوكولا دائما في الدورات ديالي. اللي بغى ينخرط في شي وحده يتواصل معايا في الواتساب ان شاء الله، وغتكون ان شاء الله شي فورماسيون شوكولا مستقبلا باذن الله حتى هي غنتعلموا فيها لي ديكور وداكشي. شوفوا معايا كي كتجي لا طاخت، شوفوا من التحت ما شاء الله واعره بزاف. غنقطع معكم حبه تشوفوها كي دايره لداخل. وتبارك الله عليكم وبالصحه والراحه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا لي هذا الجمال، شوف خفيفه واعره موس حيت موس الشوكولا. شوف
شوفوا معايا ما شاء الله بسم الله. دابا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان الوصفه عجبتكم. ما تنساوش ديروا لايك، بارطاجيو، خليو تعليق، ومرحبا بكم كاملين. نتلاقاو في الفيديو المقبل باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.